صباح الفل عليكم. النهارده بقى عايزين نعمل تسبيكة محشي للعرايس الجداد والمبتدئين في المطبخ واللي عمرهم ما عملوا محشي قبل كده. معايا هنا لتر ونص من الطماطم المركزة، عصير لتر ونص من الطماطم المركزة. ما تعملوهاش خفيفة عشان ما تاخدش وقت معانا انها تتقل. حطيتهم في حلة، هسيبهم يغلوا كويس قوي لحد لما لونها يحمر. الحركة دي بتخلي الطماطم لونها يبقى حلو قوي في المحشي، غير لما تحطوها على البصلة نية على طول. تمام. وان شاء الله برضو في مرة تانية هنبقى نعمل محشي ني في ني. ويلا بينا بقى نكمل الطريقة. قطعت بقى معايا هنا بقى بصلتين متوسطين او بصلايه كبيره. بدات بقى ان انا اقطعها برنواز بالشكل ده. هكمل بقى تقطيع ونعمل الطريقه مع بعض. هبدا بقى انزل بالزيت بتاعي. الزيت بتاعي بقى سخن كويس قوي. هبدا بقى انزل بالبصل. هبدا بقى ايديا تفضل فيها، احنا كده كده مقطعينه صغير. اول لما توصل اللون البني المحمر بس مش محروق، هبدا بقى انزل بالطماطم اللي انا غليتها ونشوف هنعمل ايه. ايدينا فيها بقى مش هنسيبها خالص. البصل بقى هنا خلاص معايا، خد اللون اللي انا محتاجاه، مش عايزه اكتر من كده. هبدا بقى انزل برشه ملح. تمام. وهنزل برشه فلفل اسود، وهنزل بقى كمان بعصير الطماطم اللي غليناه. هقلب بقى بالشكل ده واغطي عليها واسيبها بقى. اول ما تغلي ابدا اهدي النار عليها واسيبها تتسبك براحتها، وهوريكم ازاي نعرف انها اتسبكت صح. التسبيكه بتاعتي استوت. عرفت ازاي بقى؟ بصوا الزيت فصل عن الطماطم. تمام. ولما بعمل خط كده بصوا تاخد وقت قبل ما ترجع تضم على بعض، يبقى هي كده اتسبكت تماما وشربت كل ميتها. وهقفل بقى النار وابدا بقى اقطع معاكم الخضره بتاعه المحشي ونجهز البهارات اللي هنحطها على المحشي. خلطه المحشي عموما يعني هنجهزها دلوقتي. التسبيكه بتاعتي بقى هبدا احط البهارات اللي هحطها على المحشي. حطيت هنا نعناع اخضر ناشف. ازاي بعمله اخضر كده هبقى اوريكم في مره ازاي نجففه مع بعض. البهارات بقى بتاعتي معايا فلفل اسود وكمون وملح وكزبره وسنه شطه وسنه بابريكا. هبدا بقى انزل بالبهارات واقلب كويس جدا. بصوا بقى التركه دي بتنقل المحشي في حته تانية خالص. جربوا ان انتوا تبشروا البصلايه وتحطوها على تسبيكه المحشي، بتديكوا عارفين الطعم اللي بيبقى في البمبار. بتديكوا بقى تحسوا ان انتوا بتاكلوا محشي بس زي ما يكون مزيج بين الخضار والبمبار، بتدي طعم خطير. جربوا التريك دي هتفرق معاكم قوي. هنحط بقى دلوقتي الخضره بتاعتنا. هنقطع الورق بس، السيقان هنحطها في الارضيه بتاعه الحله. قطعت بقى ورق الخضره بتاعتي بالشكل ده، الشبت والبقدونس والكزبره. هنزل بقى بيهم على الخلطه والرز ونظبط الملح واوريكم شكل الخلطه النهائيه ونحشي بقى ونبدا نسوي. حطيت بقى الخضره بتاعتي ولبست بقى الجلافز وهبدا بقى اخلطها كويس جدا واقلب الخلطه كويس مع بعض. مظبطين ملحنا ومظبطين بهاراتنا بقى. ده الشكل النهائي لخلطه المحشي كده. خضرتها مظبوطه وصلصتها مظبوطه وبهاراتها ومفيهاش اي ميه، تعرفي تحشيها بكل سهوله. هنحشي بقى مع بعض واوريكم بحشيها لحد ايه ونبدا تسويه. حشيت بقى الكوسه بالشكل ده. بسيب ارتفاع عقله او زي ما بنقول كده حشيناها 3/4 عشان الرز ما يطفحش ويخرج يبهدل الدنيا. هكمل بقى حشو وهرصص الحله بتاعتي، وفي الارضيه هحط سيقان الخضره اللي احنا ما قطعناهاش عشان تدي نكهه لطيفه. وشوربه الفراخ اللي لسه موريها لكم هسيحها عشان بقى ايه نسقي المحشي بتاعنا. هنسقي بقى المحشي بتاعنا بايه. انا على طول لما بعمل شوربه فراخ او شوربه لحمه الحمد لله بعملها بدون زفاره تماما، فباخد الكميه اللي انا محتاجاها في اليوم ده والباقي بعبيه في اكياس. لما تكون الشوربه بردت تماما طبعا حطيها في الاكياس وبعد كده دخليها الفريزر. ولما بقى تكوني ما عندكيش ثوم ولا اي حاجه اسقي بيها بقى المحشي بتاعك، بتنقله في حته ثانيه طبعا غير المرقه، برضو غير المرقه خالص يعني. انا النهارده ان شاء الله
عامله محشي وهقلي معاه بانيه اللي حضرته معاكم من يومين، كنت مدخلاه الفريزر عادي محتفظ بيه في الفريزر، وهنكمل بقى مع بعض. حشيت بقى كل كميه المحشي تمام. هبدأ بقى ان انا اسقيها بالبيون بتاعي، وحطيت من تحت في الارضية زي ما قلت لكم كده السيقان بتاعة الخضرة. المحشي بقى عشان اسقيه بشوربة لحمة، شوربة فراخ او مرقة، وعايزة اضيف عليها صلصة ضيفي. الملح بتاعه يكون اعلى سنة بسيطة قوي من الحدوقية اللي انت عايزاها، عشان الخضار هيشرب شوية ملح. و اول لما يغلي معاكي تبداي انك تهدي النار عليه زي ما تكوني بتسوي رز. و اللهم صل عليك يا نبي. لا هوريكم ازاي نسقيه مع بعض كويس بالشوربه. شوربه الفراخ بتاعتي بقى سيحتها تمام. دي كانت شوربه اوراق. هبدا بقى اسقي المحشي بتاعي بالشكل ده تمام. بصوا بقى نحشيه ازاي. ننزل على الرز من فوق ويبقى حواليه برضو. طب الشوربه نحطها لحد قد ايه؟ نحطها لحد نص طول المحشي بتاعنا، يعني الميه تبقى اصلا نص الحله، ما تبقاش 3/4 ولا تكون اكتر من كده، عشان احنا مش بنسلق المحشي، احنا بنسوي المحشي.